الناس بتتعجب التنظيم العسكري لجماعة الإخوان كيف نشأ؟ طب جماعة الإخوان كانت عايزة ليه تعمل تنظيم عسكري؟ شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. الناس بتتعجب التنظيم العسكري لجماعة الإخوان كيف نشأ؟ طب جماعة الإخوان كانت عايزة ليه تعمل تنظيم عسكري؟ إذا كانت هي جماعة دعوية. التنظيم العسكري للإخوان كان هدفه بالدرجة الأولى حاجتين. أول شيء إني أصنع جيش بديل للجيش الوطني المصري، وإن أقدر أجمع أكبر قدر ممكن من الضباط والجنود للانضمام إلى تنظيم الإخوان. من أول ما وصل حسن البنا للإسماعيلية عام 1927 بدأ يسيب بصمته في حياة الناس هناك. دخل حسن البنا جوه المجتمع أوام بين الجامع والمدرسة اللي بيشتغل فيها، وكان بيشتغل مدرس خط، وتعرف على كل الشخصيات الكبيرة سواء دينية أو مدنية. ما اكتفاش البنا بشغل الصبح، لأ كمان اشتغل بالليل. كان بيشتغل وبيعمل في الدروس المسائية لأولياء الأمور، وأغلبهم كانوا عمال وموظفين وتجار من الناس البسيطة. ومع الوقت النشاط بتاعه كبر، فرجع يستخدم المقاهي تاني زي ما كان بيعمل وهو موجود في القاهرة. كان بيقعد في وسط الناس ويتكلم ويحكي ويناقش. البنا كان ذكي جدا، عينه دايما على الناس اللي كلامه بيأثر فيهم، ولما يلاحظ حد متأثر ياخده على جنب مع مجموعة صغيرة ويبدأ يشرح له أكتر ويعلمه بنفسه. ومن قلب الإسماعيلية ومن بين الناس العاديين خرج البنا بفكرته، فكرة من قلب الناس، إن الناس عايزة فكرة مقاومة الاحتلال، خاصة إن الإسماعيلية هي مقر شركة قناة السويس، وكمان منطقة منزوعة من السلاح المصري. هنا اتأكد البنا إن الوصول للهدف لازم يحصل بوجود جيش، ومن هنا بدأت تتفتح في عقله فكرة جيش الإخوان، حتى لو كان جيش خاص تابع له شخصيا. فكرة التنظيم المسلح كانت موجودة في دماغ البنا لفترة طويلة، وده اللي خلاه يعمل حاجة اسمها جوالة الإخوان. الفكرة بدأت الأول خالص في بداية ثلاثينيات القرن الماضي، وكانوا مسميينها فرقة الرحلات عشان يلعبوا رياضة ويعملوا أنشطة، بس كان في دماغهم برضو فكرة الجهاد المسلح. في عام 1935 بقت الجوالة منتشرة في كل فروع الجماعة، وفي سنة 1940 اتسجلوا رسمي كأول فرق كشفية للإخوان في الكشافة المصرية. عدد فرق الجوالة زاد بسرعة جامدة أوي أوي أوي، ووصل لغاية 15,000 جوال عام 1942، وبعدها بكام سنة وصلوا إلى 45,000 واحد عام 1948. وكانوا بيتدربوا فين؟ الإخوان عملوا لهم مدرسة مخصوصة
عشان تدرب المدربين بتوع الجوالة، وبدأوا في تدريب الشباب في كل حتة في مصر. كان الهدف من الفرق إنها تكون وسيلة عشان ينشروا أفكار جماعة الإخوان، وتحديداً فكرة الجهاد المسلح، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت ده حاول البنا إن هو يجند بعض ضباط الجيش للدخول إلى جماعة الإخوان، وده كان فكر سائد في الفترة دي اللي بيشارك فيها بعض ضباط الجيش في الحركة الوطنية المصرية ومقاومة الاستعمار. وده كان المدخل اللي دخل منه البنا لعدد من الضباط، ومن بينهم اليوزباشي محمد أنور السادات. السادات كان واحد من مجموعة ثورية، وهو الضابط اللي قابل حسن البنا أول مرة. وقتها محدش كان عارف بالضبط هو بيمثل مين. كان ضابط في الجيش وبيتكلم عن مجموعات بتخطط لعمل ثوري، وما كانش معروف ساعتها إنه من الضباط الأحرار اللي بعد كده حكموا مصر. كل اللي اتقال إن المقابلة بينهم حصلت بالصدفة في ميز الضباط في معسكر بره القاهرة، وكانت في ليلة المولد النبوي الشريف، والبنا كان بيدي درس ديني ضمن الاحتفال اللي بتقيمه الوحدة العسكرية. ومن ساعتها حصلت بينهم علاقة ود، واتقابلوا كتير لمدة عام ثم عام تاني، وعرف السادات خلالهم جزء كبير من التنظيم المسلح للجماعة وفقا لما سمح ليه حسن البنا. السادات بعد كده قال في مذكراته إن فكرة الثورة كانت موجودة في الجيش من سنة 38، وإن المجموعة دي كانت بتحاول تدخل جوه السلطة عشان تقدر تغير من جوه، وكانوا عايزين يتواصلوا مع علي ماهر باشا رئيس الديوان الملكي، وعزيز باشا المصري اللي كان واحد من أهم رموز العسكرية المصرية، وكان ليه أدوار كتيرة جدا قبل ثورة 1952. المهم إن الاتنين دول كانوا من ألد أعداء الإنجليز. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.